بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة أمنا العذراء مريم، بركة صلواتها وشفاعتها تكون معانا كلنا. بعتلك رسالة مخصوص ليك انت، بتطمنك وتقولك هتفرح وهتوصل للي انت بتتمناه. ما تقلقش، الموضوع اللي انت بتفكر فيه وشاغل بالك بيه هيكون ليك، وكمان هيكون أجمل بكتير من اللي انت متوقعه. ثق في إلهك الحنون يسوع المسيح، وثق إن كل اللي انت بتطلبه منه هيديهولك مادام فيه الخير. ده ربك بيحبك ويستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر، وسمعك وعارف كل اللي في نفسك، عالم بكل احتياجاتك وهيستجيب، زي الآية ما بتقول: وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. اطمن، غلاوتك عند ابن يسوع المسيح كبيرة قوي. هو عارف انك قلقان وخايف وفي قلبك حزن ونفسيتك متوترة مش متظبطة. هو شايف كل شيء، بس مش ممكن هيسيبك، هيفرحك وهيثبت لك إن عنده القدرة على كل شيء وعلى تحقيق حلمك اللي بتتمنى إنه يحصل. هيحللك كل صعب وهيصنع معك المستحيل، وسيكون لك في المستقبل أكتر بكتير مما كان في الماضي. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اطمن يا ابني، وما تفكرش في ضعفك، فكر في قوة إلهك. ما تفكرش في صعوبة الطريق، فكر في المعونة اللي هتأتيك في الطريق، وستدرك قد إيه رحمة ربنا ليك وكم هو يحبك، وأن راحتك ستكون فيه هو وحده له كل المجد. إلهك قال: ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ما تخافش واطمن بيسوع. يسوع دايما بيريدك قويا وجبار البأس. فلا تتخيل ان يسوع تركك وسط شدائدك. يسوع معك بجوارك وبيعدك لمهام أعظم. صدق إنه عمره ما هيتخلى عنك. ده بيحبك محبة أبدية، أحبك ومن أجل ذلك أدام لك الرحمة. يسوع إلهك إله كل نهاية حلوة، إله تعويض وفرح. انتظروا، هيجي الوقت قريب قوي اللي هتنسى فيه كل آلامك، وهيمسح كل دمعة من عيونك، وهيبعت لك فرحة من غير معاد، لأنه يعلم ما بداخلك من ضيق. هو وحده له كل المجد، يعرف ماذا تريد. آمن ولا تتجه لأحد غيره. سيريحك ويرتب لك أفكارك ويجعل للفرح مسكنا في قلبك. لن يخذلك أبدا، لأنك تعلقت بيه. سينجيك، هيفرجها عليك وهيملى حياتك بكل خير. هيعوضك تعويض كبير يطبطب بيه على قلبك، وكل اللي بتحلم بيه هيتحقق. آمن وستفهم فيما بعد. هو كاشف كل اللي في قلبك، حتى دموع العيون عددها دمعة دمعة. هيريحك ويطمنك، ولا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. قرب ليسوع، تقرب منك كل حاجة حلوة. يسوع هو شافي نفسك، اسمع لندائه. ده هو أبوك السماوي. ليه تفكر وتشيل الهم وهو قالك لا تهتم؟ كل شيء في ايديه. هيفتح قدامك كل الأبواب المقفولة، ومهما تأخر عليك
بيكون بيدبر لك أمر عظيم، وهيأتي لك بتعويض يذهل الأذهان. القي عليه كل أمورك وهمومك ومشاكلك، وخليك واثق إنها تتحل بكلمة واحدة منه. اطمن بإلهك، خليك واثق فيه، وثق إنه في ساعة الضيقة بيتدخل بطرق تفوق العقل علشان ينجدك. اتكل عليه من كل قلبك، وما تفكرش كتير. اللي عداك امبارح قادر يعديك من بكرة. مش ممكن تخبط على بابه ويكسفك، هيبعتلك من خيره الكتير. وثق انك زي ما بكيت من الحزن هتبكي من شدة الفرح. الفرحة جاية قريب، هي مسألة وقت بس. وما تنساش ان لكل شيء تحت السماوات وقت. وما تنساش كمان ان ابوك هو اله المستحيلات. فتشيل الهم ليه؟ سيبه هو يجهز لك احسن عطية عنده ويقدمها لك هدية. بلاش تزعل وارمي كل حمولك عليه. هو عارف كل الوجع اللي في قلبك، عارف كل كلمة نفسك تقولها، وعارف كل كلمة وجعتك، وعارف ان طاقتك خلصت ونفسيتك بقت صفر. لكن ثق انه معك، لا يهملك ولا يتركك ولا ينساك. هيستجيب ويريح بالك ويفرحك. اطمن جدا. آمين. بركة وصلوات الست العذراء مريم أم النور تكون معانا كلنا. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. قناة